الآن الكرة عند نادي الخابورة، وهذه محاولة، هذه ممكن جول جول جول. باولو دخل ليسجل ويفرح أنصار الفهود وينثر الفرح والسرور. البرازيلي بلمسة السامبا البرازيلي من بلاد الماراكانا، يأتي البرازيلي باولو من بلاد السلساو. باولو يسجل أول أهداف اللقاء ويفرح المدرب إبراهيم البلوشي من هجمة لم تكن خطيرة، لكن باولو من اللمسة الأولى كانت الخطورة وسجل أول أهداف اللقاء ليعلن بذلك التقدم لنادي الخابورة. البديل الناجح إشهاد كان بالتوقيع ولعب الكرة للاعب باولو، وباولو لا يضيع مثل هذه الكرات وسجل أول الأهداف لنادي الخابورة ونثر الفرح والسرور وأفرح جماهير الفهود. هكذا هو العنوان بالنسبة، لكن هنا سعيد عبيد في المحاولة هذه ممكن جول وعرقلة وركلة جزاء تأتي في هذه اللحظات لنادي الخابورة في وقت مهم لنادي الخابورة، وحكم المباراة لا يتردد. خالد الشخصي صاحب 30 سنة والعرقلة الماضية على سعيد عبيد يريد أن ينهي هذا الموسم بهدف ويسجل الهدف رقم 14 وركلة جزاء، وسعيد عبيد ربما يكون هو على تنفيذ ركلة الجزاء وابتسامة دكة بدلاء نادي الخابورة. نعم سعيد عبيد هل إلى الهدف رقم 14 والأول في هذه المباراة، وبالمناسبة حكم المباراة يحتسب الركلة الخامسة في دوري الدرجة الأولى، وبالتالي الآن سعيد عبيد على تنفيذ ركلة الجزاء. سعيد عبيد وأمام التحدي أمام عصام هوبيس، وسعيد عبيد جول ثاني للفهود، والفهود يسجلون الهدف الثاني في هذه المباراة. يا سلام على نادي الخابورة الذي يفرح أنصاره ومحبيه، ويسجل سعيد عبيد الهدف الثاني في هذه المباراة لنادي الخابورة. وبرافو على سعيد عبيد الذي يسجل الهدف الثاني. ذهب حارس المرمى عاصم هوبيس إلى نفس الزاوية، لكن كانت الكرة قوية وأسكنها في الشباك ليعلن سعيد عبيد ثاني الأهداف وسط الفرحة الواضحة بالنسبة لجماهير نادي الخابورة. إذن الأمور يبدو أنها ستكون